السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده اليوم ال30 معانا في دوره البط بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين كده البط ما شاء الله بدا يظهر يوم عن يوم. طبعا المكان يا جماعه بدا يصغر عليه زي ما انتم شايفين. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ انا كل اللي هعمله ان انا بس بشيل الحاجه اللي انا محلقه بيها، بشيلها خالص من عند البط وابتدي اسيبه يخرج كده في باقي البلكونه. بصوا انا هنا حاطه لهم بس الاكل بره، الميه زي ما هي جوه معانا. انا طبعا لسه ما حطيتلهمش ولا اكل ولا ميه، علشان لما يحبوا يشربوا ميه يبقى فوق النشاره وما يغرقوليش الدنيا بره. انا بس بحبسهم كده دلوقتي هنا في مكانهم من الليل لليل، واول ما بيطلع النهار بفتح لهم، بسيبهم في البلكونه كلها. فدلوقتي هنسمي الله ونبتدي نحط الاكل مع بعض عشان يخرجوا بس للاكل. بسم الله. هاتي حبه كمان يا بسمله. حبايبي هو عايز يخرج بس خايف مني. ابتدي كده ايه، هم اول ما يلاقوا حاجه منهم كده راحت على الاكل هيبتدي كله يروح. هبتدي انا دلوقتي احط الكوميت على الميه. امسكي كده يا بسم الله بعد اذنك. هنحط معلقه كوميت، معلقه صغيره زي ما اتفقنا، كل يوم على 2 لتر ميه. بالشكل ده كده يا حبايبي. هنبتدي نحطها لهم السقايه بتاعتهم. السقايه بتاعتهم انا ما خرجتهاش بره، انا زي ما هي جوه على النشاره. طبعا يا جماعه دلوقتي بتقولوا انا ليه مش بصور زي كل يوم؟ انا بس بصور لكم يوم بعد يوم علشان محدش يعني يزهق من تكرار الفيديوهات او الكلام دوت. بس باذن الله ان شاء الله بكره هنصور، لان هنعمل حاجه كده حلوه لرفع الوزن كمان مع الخلطه اللي احنا عاملينها، ورفع مناعه حلو للطائر بتاعنا. الخلطه اللي هنعملها بكره دي هتنفع مع اي حاجه يا جماعه، اي طائر عندك، اي طائر بتربيه هتنفع معاه. وهنقول عليها من عمر قد ايه، هنقول هنحط منها قد ايه كمان بالظبط. فاستنوني بكره ان شاء الله في الفيديو بتاع بكره هنشوف الخلطه مع بعض. ودلوقتي انا هحاول اخرجهم كده، او هبعد انا اصلا خالص علشان هم يخرجوا عشان خايفين. تعالي كده يا بسمله بعد اذنك. هم اول ما يحسوا كده ان انا، بصوا هما التانيين جايين جري عشان الميه. طيب انا هقفل الكاميرا معاكم دلوقتي، هحاول اهشهم بس بره على الاكل علشان ياكلوا، وارجع اوريهم لكم تاني. حبايبي اللهم بارك، انا خرجتهم كده دلوقتي على الاكل، ولما يعوزوا يشربوا هيخشوا عند الميه بتاعتهم، هم عارفين مكانها. طبعا هم كانوا خايفين يخرجوا بس بسبب ان انا واقفه. بصوا يا جماعه، دايما لما الطائر يكبر معاكم لازم توسعي له المكان عشان ياخد راحته ويكبر براحته. فهنلاحظ فرق اليومين اللي جايين، علشان هو ما شاء الله النهارده كده كمل معانا شهر، فبعد الوقت دوت بيبتدي وزنه يزيد بطريقه ملحوظه. فلو عجبكم الفيديو بتاع النهارده فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.